أكيد سمعت قبل كده حد بيقول لك إنه عنده حساسية من اللاكتوز، اللاكتوز ده هو السكر الطبيعي اللي موجود في اللبن ومنتجاته، فأنت كشخص طبيعي أول ما بتشرب اللبن في إنزيم في جسمك اسمه اللاكتيز بيروح يكسر اللاكتوز ده علشان جسمنا يستفيد منه ويتهضم، أما بعض الناس بيبقى عندهم إنزيم اللاكتيز ده مش موجود أو الجسم بيطلعه بكمية قليلة، فبالتالي اللاكتوز ده ولا هيتكسر ولا هيتهضم، فيكمل طريقه ويوصل للأمعاء الغليظة وهناك البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء تبدأ تخمره، وده هيعمل شوية أعراض مهمة جدا، هتبدأ تعمل له مغص شديد في بطنه نتيجة وجود غازات كتيرة جدا، ووجود الغازات الكتيرة دي هيبدأ يسبب للشخص ده انتفاخ جامد في بطنه، بالإضافة إلى إن الشخص ده هيبدأ يشتكي بإن عنده إسهال، والأعراض دي هيبدأ يشتكي منها الشخص بعد شربه للبن أو أي منتجاته من حوالي نص ساعة لساعة، وممكن برضه الوقت يختفي. طب الناس اللي عندهم حساسية اللاكتوز دول هيفضلوا طول حياتهم ولا بيشربوا لبن ولا بياكلوا أي حاجة من منتجاته؟ لا طبعا، لقينا حل عن طريق إن إحنا عملنا حاجة اسمها لاكتوز فري ميلك، قاموا جايبين إنزيم اللاكتيز ده حطوه على اللبن فهيكسر اللاكتوز اللي فيه، فالشخص لما يشربه يبقى سهل الهضم عليه، وكمان عملوا أقراص فيها إنزيم اللاكتيز أو اللاكتيز بيلز، إنك بتبدأ تاخد القرص اللي فيه إنزيم اللاكتيز ده قبل ما تشرب اللبن أو تاكل أي منتجاته، فيساعدك على إنك تكسر اللاكتوز ويبقى سهل الهضم عليه. فالحوار ما فيه إن هو نقص إنزيم معين مش حساسية فيها جهاز المناعة بيهاجم حاجة معينة زي الحساسية اللي بتحصل لبعض الأكلات. أشوف بزيتونة جاية. السلام عليكم.